هو سمير وشهير وبهير رجعوا سنة كام؟ وليه كانوا ما بيقولوش السنة اللي رجعوا لها وكانوا دايما بيقولوا السبعينات وكأنهم ما يعرفوش السنة اللي هم فيها؟ وليه ما كانوش برضه بيقولوا السنة اللي هم كانوا فيها أصلا وكانوا بدل ده كانوا بيشيروا للزمن بالألفينات؟ خلينا نشوف مع بعض. سمير وشهير وبهير بيلاقوا نفسهم متدبسين من الدكتور وبيبقى مطلوب منهم يقدموا المشروع في 4 أيام بس. ايه رأيكم ان احنا نفاجئه ونقدم له المشروع اللي هو عمله في 30 سنة في 4 ايام؟ فعشان يقدروا ان هم ينجحوا في المشروع مع ان ما قدامهمش غير وقت قصير جدا، فكروا ان هم يسرقوا المشروع بتاع الدكتور اللي كان كل شويه يفلقهم بالكلام عنه وانه اخد 30 سنه عشان يعمله ولسه مخلصه. وعشان يعرفوا يعملوا كده فدخلوا اوضه الدكتور اللي موجود فيها الجهاز الاعمل، وعن طريق الهندسه العكسيه يقدروا يعرفوا هو اتعمل ازاي ويعملوا واحد زيه. فبيلاقوا الكتابه بتاعت الدكتور عن طريق تشغيل الجهاز، فبيشغلوه من غير ما يعرفوا هو ايه اللي بيحصل. وفجأة بيلاقوا نفسهم في نفس الأوضة بس الديكور مختلف، وبدل صورة الرئيس مبارك صورة الرئيس السادات. طول الوقت من أول ما رجعوا في الزمن لحد آخر لحظة لما شغلوا المكنة تاني علشان يرجعوا بالزمن كانوا بيتفادوا تماما يقولوا السنة اللي هما كانوا فيها، وكانوا بيستبدلوها بكلمة السبعينات. الحكايه دي بدات في السبعينات. ابوك اللي مش طايقك في الالفينات هيطيقك ويقبلك في السبعينات؟ لا ده اختفى اول ما نزلنا السبعينات. امي خلاص راحت، يعني انا قاعد في السبعينات هنا بقيت عمري. ده انا لسه ناوي انزل لهم بالشرابات القصيرة الجديدة، هتقلب السبعينات هتقلبها. لكن ظهرت حاجات طول الفيلم كانت بتدل على أحداث وفترات زمنية معينة. بهاما ماما، العيال كبرت، عبد الحليم حافظ، أمال الشغب، أم كلثوم. هتوصلنا في الآخر الوقت اللي هم وصلوا فيه بالظبط. نبتدي بأول حاجة. بيلاقوا هما ماشيين الأفيش بتاع مسرحية العيال كبرت على المسرح من فوق. مسرحية العيال كبرت اتعرضت على المسرح لمدة 2 سنين، من صيف 77 لصيف 79، واتصورت في السنة التانية، وده بحسب أبطال المسرحية. فانا عملتها سنه 77 78 79 صورتوها يمكن ايه في السنه الثانيه مثلا؟ صورناها في الثانيه. قعدت تعرض العيال كبرت كام سنه؟ حوالي سنتين. يعني السنة اللي رجعوا لها يا 77 يا 78 يا 79. تاني علامة أعمال الشغب بتاعت يناير 77. حلو، حاجتين اشتركوا في نفس السنة. تالت حاجة عبد الحليم حافظ اللي كان عايش في سنة 77. حلو، يعني كده في سنة مشتركة. نعم. سنة 77. بس المشكلة إن هو كان بيعرض عليه أغنية قارئة الفنجان. قالت يا ولدي لا تحزن من فضلك ابعتيلي الولد اللي كتب الكلام ده، على أساس إنه يبيع له الكلمات بتاعتها. قارئة الفنجان كانت اتعملت قبلها سنة 76. بس دي مش أكبر مشكلة. المشكلة إن في مسرحية العيال كبرت سعيد صالح بيقول عبد الحليم حافظ الله يرحمه. يطلع لي المرحوم عبد الحليم حافظ هنا كده في وشي ويسودها في حياتي ويقول لي طريقك مسدود. يبقى عبد الحليم حافظ اتحط بالغلط ومش معانا، وسنة 77 مش صح. ده لأن عبد الحليم حافظ مات في مارس والمسرحية بتتعرضها في الصيف. طب نشوف اللي بعده. أغنية بهاما ماما اللي رقصوا عليها في الديسكو كانت سنة 79. حلو، يبقى كده في سنة تانية مشتركة ما بين آخر سنة في عرض العيال كبرت والسنة اللي صدرت فيها أغنية بهاما ماما بتاعت بانيام. بس المشكلة إن هو بيقول ما لو كنت قابلت أم كلثوم كنت عملت إيه؟ أم كلثوم ماتت سنة 1975. ده غير الراجل اللي في الكشك بيسمع على الراديو أغنية أنا لحبيبي اللي هي مش إنتاج السبعينات أصلا، ولا حتى حبيتك في الصيف. ده غير طبعا الحاجات اللي ظهرت غصب عنهم هما ما يقصدوش، زي المواسير البي في سي اللي ظهرت، أو زي الكتابة الفرنكو اللي على الحيطة، أو العربية الحديثة اللي ظهرت في الفيلم. يبقى ولا حاجة من دول ينفعوا يبقوا في نفس الوقت. واضح إن هما خدوا كوكتيل من كل الحاجات اللي كانت مشهورة في السبعينات لمجرد الضحك بس، لكن مفيش أي دقة في الأحداث. في الأول فكرت في كده فجبت الفيلم من أوله تاني. هو إيه اللي جمعهم أصلا في المشروع في أول الفيلم؟ ال3 مواليد 29 فبراير. ما قالوش السنة صح، بس 29 فبراير في السبعينات ما حصلتش غير مرتين، سنة 72 وسنة 76. يعني هما اتولدوا سنة 29 فبراير 76، ودي كانت فعلا أول ورقة في النتيجة قبل ما تبتدي تفر، أول ما العيال اتولدوا، عشان تبين إن الزمن مرة. في المونتاج اللي كان في الأول اللي كان بصوت محمود الجندي. حلو، دي السنة اللي اتولدوا فيها، بس مش دي السنة اللي هما راحوا لها، هما راحوا السنة اللي حصل فيها الحمل. طيب هما قعدوا قد إيه في السبعينات؟ هنا في نفس اليوم قبل ما يخشوا أوضة الدكتور ويشغلوا الجهاز ويرجعوا في الزمن بيقولوا إن هما هيعملوا المشروع في 4 أيام. ايه رأيكم ان احنا نفاجئه ونقدم له المشروع اللي هو عمله في 30 سنة في 4 ايام؟ وهنا بيقول إن تسليم المشروع بكرة. تسليم المشروع بكرة؟ يعني هما قعدوا في السبعينات 3 أيام، وفي نفس اليوم اللي أبوهم اتجوز أمهاتهم حصل فيه الحمل. يا جماعة أنا قضيت ليلة امبارح ولا 1000 ليلة وليلة، 3 مدموزيلات يحلوا من على حبل المشنقة. ليه في اليوم ده حصل فيه الحمل؟ لأن أبوهم وهو كبير بيقولوا إن هو طلقهم على طول. واما فقت تاني يوم فهمت الورطه اللي حطيت نفسي فيها. انا مش بتاع الجواز اصلا، طلقتهم التلاتة. حلو، يعني نطرح 9 شهور من 29 فبراير 76 يطلع لنا اليوم اللي هم راحوا له، صح؟
يعني أول يونيو. المشكلة إن في حاجة كمان، إنهم لما بيشوفوا الإعلان بتاع الرحلة أول ما بيرجعوا للسبعينات بيلاقي مكتوب على اللوحة الخميس القادم 4 أبريل. هم صحيح قالوا 4 في الشهر، الخميس القادم 4 في الشهر، بس هي باينة قدامنا إنها مكتوبة أبريل. أمهاتهم حملت فيهم ب11 شهر، وبما إن تاريخ ميلادهم مهم في الفيلم واتبنى عليه أحداث، فهو ده اللي هنمشي عليه. أول أسبوع من يونيو 75. طب ليه كانوا بيتفادوا يقولوا السنة اللي رجعوا لها والسنة اللي كانوا فيها؟ في رأيي إن هم كانوا بيتفادوا يحددوا سنة معينة علشان ما يحجموش نفسهم بفترة معينة ويعرفوا يحطوا أكبر قدر من الريفرنس في السبعينات. والسبب اللي خلاهم يتفادوا يقولوا السنة اللي كانوا فيها في الحاضر، عشان لو كانوا قالوا سنة 2010 السنة اللي اتعرض فيها الفيلم، كان الثلاث أبطال هيكونوا عدوا ال30 وسنهم ما كانش هيبقى مناسب ل3 في الكلية، واللي هي كانت المرحلة العمرية الحقيقية للممثلين أثناء تصوير الفيلم فعلا. على فكرة قبل ما نقفل، سنة 75 أو 4 أبريل ما كانش الخميس. 4 أبريل الخميس كان في سنة 74.